حرفيا اللي بتعمله داليا ناقص دي مش كويس وزيادة عن اللزوم كتير، واللي انا مش فاهمه ازاي هي لحد دلوقتي ما اتحاسبتش، وازاي هي لحد دلوقتي ما اتقبضش عليها. خلينا نشوف الهري والهبد اللي بتقوله. الإسرائيليين لولا تعاون الإسرائيليين معنا أمنيا مع مصر، أقصد أمنيا ما بين سنة 2012 و2015، لا كان التنظيمات الإرهابية ما زالت موجودة في سيناء حتى الآن. اللي بالمناسبة هذه التنظيمات الإرهابية اللي زرعتها حماس في سيناء في لحظة ضعف شديد من مصر. رقم واحد بتقول لك ان لولا اسرائيل وامنها القومي لكانت مصر ما قدرتش تخلص من الارهاب في سيناء. تقول لك لولا تعاون الكيان مع مصر ما كناش خلصنا من الارهاب في سيناء. متخيل؟ متخيل؟ هي كده بتقول ان الجيش المصري ضعيف. ليه؟ بتقول ان لولا تعاونهم معانا ما كناش قدرنا نخلص. ازاي؟ طيب ازاي؟ تبقى فاهم. انت عارفه انت حضرتك كده بتقولي ايه؟ حضرتك كده بتقولي ان قواتنا المسلحه ما تقدرش تحمي البلد لوحدها. متخيله؟ لولا إسرائيل وتعاونها الاقتصادي مع مصر ما كانت مصر قدرت تحقق حلمها في إنها تكون محور لتصدير الغاز في منطقة شرق المتوسط. تاني حاجه بتقول لك لولا هم برضو احنا ما كناش قدرنا نصدر طاقه، بترول، كهرباء، وما كناش احنا مصر من اكبر دول المصدره في الشرق الاوسط. مصر اللي هي اصلا صنعت التاريخ. مصر اللي هي اعظم دوله على مستوى التاريخ. مصر اللي هي صنعت التاريخ. مصر اللي هي التاريخ. مصر الدوله العظيمه. لولا الكائن ده ما كناش عملنا كده. حضرتك حضرتك ايه؟ مش هحترمك، انا مش هحترمك ايها الكائن الطفيلي. لما تحبي تتكلمي عن نفسك. لما تحبي تتكلمي عن نفسك. مصر اعظم منك ومن اللي انت بتدعميهم ومن اي حد على وجه الارض. مصر دولة عظيمة. دولة عظيمة. ومصر لو عملت حاجة واحدة في تاريخها وحش فإنها خلت أمثالك موجودين على أرضها. تمام؟ أنا حرفيا مش عارف أنت ليه ما حكيتش لحد دلوقتي، بس أكيد في سياسات أنا مش فاهمها أو مش عارفها. عشان كده أنت ما حدثتش لحد دلوقتي. بس حرفيا الأستاذة عدت كل الخطوط الحمراء. أيها الكائن الطفيلي داليا زيادة، لما تفتحي بقك وتتكلمي اتكلمي عن نفسك وبس، ما تتكلميش عن مصر، ما تتكلميش عننا. احنا 200 مليون انسان عايشين على ارض البلد دي، فانت ما تبقاش كائن طفيلي لازق وتتكلم باسمنا. خلاص عرفنا ان انت عميله ليهم، احنا واثقين ان انت عميله ليهم مصدقين. لو الامر بايدي او بايد غيري كنا علقناكي مش هتفهم. بس في سياسات لدول والحكومات احنا ما عندناش علم بيها او ما نقدرش ندخل فيها. هدف الفيديو بتاعي اتمنى انه يوصل لك ويوصل للي انت بتدعميهم. تمام؟ ان انت ما بتمثليش غير نفسك بس. الكائن الطفيلي داليا زياده لا يمثل الا نفسه فقط، لا يمثل المصريين ولا الشعب المصري. اقول لك ليه احنا ما ينفعش بقى نبقى في بيننا وبينهم سلام. قتلوا جدي، قتلوا عمي، قتلوا ناس كتير جدا من قرايبي. مفيش بيت مصري الا شهيد مات بسببه. من ايام النكسه لحد حرب اكتوبر المجيد وما بعدها، اللي كل يوم يقتلوا مننا ناس. عرفت ليه؟ احنا في الصعيد ما ينفعش واحد يبقى قتيل لقتيل وانا اتسالم معاه واقول خلاص لا، لا، لن يكون سلام بيننا. ما بيننا هو الدم فقط. مهما طال الزمان ومهما طالت المدة هيجي اليوم اللي هندفعهم ثمن كل نقطة دم سائل على الأرض بسببهم. وحرفيا كل اللي بيحصل في مصر حاليا، كل اللي بيحصل في مصر حاليا ومن زمان هم السبب فيه. هم السبب فيه. هم اللي عايزيننا نبقى كده. هم اللي بيحاولوا بكل السبل ان هم يدمروا اقتصادنا، يدمروا شبابنا، يدمروا احلامنا. انما لا، وعد الله حق. وعد الله حق. سياتي اليوم الذي ندهسهم باقدامنا ونفتح القدس ونصلي فيه. وانت ايها الكائن اللزج الطفيلي داليا زياده ستحاسبين حسابا عسير. والسلام عليكم.